يلا اطلعي حضرتك. اطلع فين؟ هنروح مدينه شبين الكو. ايه في ايه؟ ده بعيد قوي، بعدين خد هنا. اخد ايه؟ في ايه يا ست انت؟ انت قلت لامك اللي انت هتروح. حضرتك ايه علاقه امي بالموضوع؟ ادي اخرة الدلع، وبعدين قلنا 100 مره نخلي بالنا من عيالنا. حضرتك هتوديني المشوار ولا انزل اركب تاكسي؟ ايه يلا سمعني كده. تاكسي، هركب تاكسي. انت منزلني من بيتي عشان اوصلك وبعد كده تقول لي اركب تاكسي؟ ما انت مش راضيه اهو. مش اما امك تبقى راضيه الاول. لا اله الا الله. ده رضا الام اهم من رضا البقال. بمناسبه البقال خد هات لك الشيبسي ومصاصه الواد ابني. ما شاء الله انت عندك ابن طفل. في سنك كده يا حبيبي. انا طب يلا هنروح المشوار ولا لا؟ مش هتحرك من مكاني الا بشرط. شرط ايه حضرتك؟ هو انا جاي اتقدم لبنتك؟ اتصل بامك حالا وقول لها ان انت رايح شبين الكون. نعم. يلا دي امك اللي صرت عليك وحملتك في بطنها 56 شهر، لازم تسمع كلامنا. اهدى طيب اسمعك حاجه تهدي اعصابك. يلي بيسمع كلمة أهل وشو بنقله. شاطر شاطر. هو ايه اللي انت بتشغلوه ده حضرتك؟ انا عندي 23 سنه وبعدين بتقولي اتصل بامك قول لها انت رايح فين؟ قصدك ايه؟ قصدك اللي انت كبرت على امك اللي شالتك في بطنها 56 شهر؟ يوه. ولا انت بتعلي صوتك على واحده قد امك؟ ولا انت ابن مين يالا؟ انت ابن سعاد جارتنا وبعتك ليه عشان تتقص على